نادي الشنقيط ترى احنا نباك احنا ما نباك، ترى طفشنا من دي الحركه. يعني في انديه ايوه الله اكبر، في انديه وصلت مع اللاعب طول الوقت شنقيطي عبد الرحمن العبود، يا هو سيبونا في حالنا، خلونا نعرف نشتغل، سيبونا. مثل مين؟ في انديه خلاص هم ما عارفين انفسهم. النادي المعروف ما ساب لاعب في الاتحاد الا النادي خش المعروف اقدر اخمن اي واحد. لا معروف والله، النادي المعروف هو النادي المعروف ما ساب لنا لاعب الا خش فيه. الحين شنقيطي طيب ما يهم المهم الاتحاد يحافظ على لاعبينه. يا اخي لاعبي ما دخل فتره حره حافظ عليه على ايش؟ لما يخش الفتره الحره ديك الساعه تعله. لما ترسل لي انت عقد ذات عرض انت قاعد تسوي لي دوشه في الفريق. سيبني في حالي خليني اعرف اشتغل. ترى انا في الدوري السادس مدري السابع، يعني ماني جايك بعيد عنك، سيبني اشتغل شغل. يعني المشكله في هذه الحاله عند اللاعب، كيف يتفاوضوا ولسه ما دخل فتره هي مو مفاوضه. ناس تشتغل عليك، ترى بديك عرض اعلى، ترى راتبك، يجي اللاعب يروح يقول للاداره طيب زيدوا لي الراتب زيد. انما خليني في شقيطي. احييك يا بروح على مستوياتك الحلوه وعطائك الكبير، وركز مع فريقك، وانت ما شاء الله ان شاء الله تكون في كاس العالم مع المنتخب الوطني، وهذا الشيء المهم لنا. يعني خليني اكون سيء النيه، احييك على الروح لا تروح، خليك ها. لا كفايه اللي راحوا يا اخي. جميل. كفاية. تعليقك على هالموضوع عبد الله فلاتي؟ شوف، من حقه الكابتن سعود يتكلم الكلام اللي بيقوله. احنا ترى انا تكلمت هنا وقلت اللاعبين والى اخره. عبد الرحمن العبود جاله عرض رسمي من الهلال، عرض وبطريقه نظاميه عشان يكون واضح الناس. طالما عرض رسمي لنادي الاتحاد فالطريقه نظاميه. 25 مليون الاتحاد رفض، طلب 60 مليون اعتقد وما تمت الصفقه. لكن في كل الاحوال هذا العرض خلى العبود في الفتره الماضيه انه يعني يصير عنده ركيزه في وضعه اللي حصل. اداره الاتحاد كان عندها رؤيه واضحه. ايش رؤيه اداره الاتحاد؟ تنتهي المرحله الشتويه وحيرجع العبود ينتظم وحيلعب، ولانه في النهايه بيلعب في كاس العالم وهو لاعب مهم ومفيد للفريق. بس يعني القضيه انه مش صار عند اللاعب، لا ما في الشغل كله نظامي. لا نظامي. بس عبد الرحمن العبود يعني متعب الحربي 123 مليون، انت يعني تقبل 25 مليون فرضا؟ هو ما قال قبل. اداره الاتحاد رفضت. مهند شنقيطي، ايش بو؟ مهند شنقيطي وكيل اعماله قال اشاعه وغير صحيح. انا اتكلم كلام انا مسؤول عنه. مهند شنقيطي وكيل اعماله احمد المعلم حضر الى نادي الاتحاد والتقى بالمسؤولين في نادي الاتحاد وقال يعني عده نقاط، ومنها قال اللاعب غير مرتاح وانا مستعد اجيب له عرض. طيب انا مستعد اجيب له عرض. سمى نادي؟ ما سمى نادي نهائيا ولا قال اي نادي، قال مستعد اجيب له عرض. هذا اللي حصل بالنسبه لأحمد الشنقيطي. مهند شنقيطي لا تقول لي اشاعات وما اشاعات والى اخره، لا، انت يا احمد المعلم جيت نادي الاتحاد واجتمعت داخل نادي الاتحاد وتكلمت في عده نقاط وختمت كلامك، قلت اللاعب مش مرتاح وانا مستعد اجيب له عرض. الناس حتفكر. اي بس اذا ما حدث هذا فعلا فالوكيل يسعى لمصلحه لاعب. ما اختلفنا. طب لما جاء طلع سعود عبد الحميد مكان في مصلحه لاعبه، وقته ما قال عليه وكيل تعاقدات دولي. الان اصبح احمد المعلم اسمه وكيل التعاقدات الدولي. اول ما قال عليه، نعرف اول كيف كانت الخطابه نحوه وتجاهه لما جاء. طب مو من حقه يعني الشيء اللي ارتكبه المعلم لما جاء نادي الاتحاد يخالف النظام؟ لا، ما يخالف النظام. مع النظام. لكن في كل الاحوال حيشوشر على النادي وعلى اللاعب. الموضوع يشوشر. هو جاء هدفه يحل المشكله، يرى انه في مشكله. انا ما شفت انه في مشكله، يرى انه لاعب غير مرتاح وهو عرض من عده اشياء وختم. معلش خلينا بسالك في نقطه. مو المفروض ابو احمد الان انت توجه كلامك لمهند الشنقيطي اللي هو اساسا وصل الكلام هذا لوكيله ان انا مش مرتاح؟ والله انا ما ادري هو وصل الكلام ولا ما وصل الكلام عشان اقعد اقول لمهند شنقيطي. ما هذا وكيل عيش يعني. كان وكيله عبد الله المحمدي، ولا كان عند مهند شنقيطي مع نادي الاتحاد مشكله. قد يكون بس الوكيل في نص الموسم في اوضاع معينه، لاعبك مهم في الفريق، تسعى في المقام الاول لحل المشكله. قد يكون انه سعى لحل المشكله. انا ماني شايف مشكله مهند شنقيطي نهائيا، ماني شايف انه لاعب يعتمد عليه والمدرب مبسوط منه والان قاعد يقدم مستويات واعلى اسس قاعد ما شاء الله. طيب. 9 اسس في الدوري، لاعب ممتاز ومتميز ومركز مع فريقه.
يصير اخذ وعطاء، بس ما يصير على طول جميل. انا مستعد اجيب له عرض. الناس طالع شوف اي فريق محتاج لظهير ايمن، حلو. يصير كلام. هنا ما تكلمنا، ما جبنا لا قلنا يعني سعود كريري لا من بعيد ولا من قريب، ولا ماشي. جينا على موضوع سعود ماشي. كريري ولا سمينا هلال ولا جينا لاي نادي. نتكلم بشكل عام، نقول انه الوكيل لما جاء اوكي حصل الكلام واضح. بالتالي لا احد يقول لي انه اشاعه، لا ما في اشاعه، في طيب. حقائق سائره. اداره الاتحاد، النقطه الاخيره، اداره نادي الاتحاد يعني اذا كان في عندك انت النقاط واضحه لك، خذي خطواتك العمليه في المحافظه على